رجال أعمال مهمين في الفترة الأخيرة بدأوا يتجهوا للاستثمار في الفضة، ومنهم وارن بافيت صاحب الأكثر من 130 مليار دولار واللي بيسموه إمبراطور الفضة. طب ليه بافيت قرر يستثمر فيها؟ لأنها أكيد أفيد من وجهة نظره عكس باقي الاستثمارات زي النحاس مثلا. طيب ليه بقى الفضة استثمار مربح؟ أول سبب هتحمي فلوسك من التضخم لأن قيمة الفضة بتزيد مع ارتفاع الأسعار، وتاني سبب هتقلل المخاطر لأنك أكيد بتنوع محفظتك، ده غير إن أسعارها أقل من الذهب وده ممكن يخليك تستثمر بمبالغ أقل، وكمان سهلة في البيع والشراء. وآخر وأهم حاجة إن الطلب عليها مستمر لأنها بتدخل في كل الصناعات التكنولوجية ولسه كمان العالم هيحتاجها أكتر، لدرجة إنها في آخر 4 سنين أسعارها زادت بنسبة حوالي 50%، وهي نفس الزيادة اللي زادها الذهب تقريبا، مع الفرق طبعا إن الفضة ثمنها رخيص وده بيخليها مناسبة لأصحاب الدخل المحدود أو اللي لسه داخل عالم الاستثمار جديد. توقعات بنوك الاستثمار العالمية بتقول إن خلال ال5 سنين الجايين سعر الفضة هيزيد بنسبة حوالي 40% للأوقية. بس طبعا حابة أفكرك إن ما ينفعش نستثمر في مشغولات فضة، وده لأن مصنعيتها عالية جدا جدا واللي بتوصل تقريبا لنفس سعر الجرام. الاستثمار بيكون أكيد في الجنيهات والسبائك عيار 999 وده موجود في السوق المصري. وعلشان تكسب من الفضة هقولك شوية نصايح. شوف حركة الأسعار علشان تعرف أفضل وقت تشتري فيه، اشتري من تجار معروفين وابعد عن العروض المشبوهة، وبدل ما تشتري كمية كبيرة مرة واحدة لا اشتري تدريجي علشان تواكب تقلبات السوق، وحاول تفهم شوية عن التحليل الفني علشان تتوقع تحركات الأسعار وتاخد قرارات أفضل. قولي بقى في الكومنتس، بتفكر في الاستثمار في الفضة ولا لأ؟